السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في نهار جديد وقت راح جديد على قناتكم وصفات هداية. ووصفتنا اليوم تحلية غتحضريها إن شاء الله للسهرات الرمضانية، كتجي كريمية والمذاق ديالها جد مميز. بسيطة وسريعة في التحضير كما كتشوفي، والقوام متماسك والمذاق ولا أروع كما كتشاهدي معايا. وإلا ما كنتيش مشتركة في القناة ديال وصفات هداية، دخلي اشتركي فضلا وليس أمرا، وضغطي على زر الجرس باش دائما تكوني سباقة لمشاهدة الفيديوهات، وبارطاجي لي الفيديو مع الأهل والأقارب والعائلة باش يعني يشوفوا هذا الفيديو لأنه كيستحق التجربة. الوصفة من القلب ونبداو على بركة الله. عندي كأس مملوء من الكنافة اللي قطعتها أو تهشيها في الهشوار، وعندي ملعقة ديال الزبدة، أنا استعملت زبدة حيوانية. هانتيا درت الكنافة ديالي، غنبقى كنحرك فيها إن شاء الله حتى تشرب ليا هذيك الزبدة ديالي كما كتشوفوا معايا بواسطة هذه الملعقة الخشبية. غنبقى مستمرة في التحريك، والموقد غادي يكون شاعل وما يكونش مجهد بزاف، يعني نعطيوها الخاطر باش تحمر لينا على خاطرها وما تلهبش ان شاء الله. نبقى مستمرة في التحريك، يعني ما نقاطعش على التحريك حتى نتحصل باذن الله على اللون اللي بغيت ديال هاد الكنافة، يعني تجيني محمرة في واحد اللون اللي بهذا الشكل كما كتشوفي معايا. من بعد ما تحمرت ليا زدت هنايا ملعقه ماشي مملوءه من سكر كلاصي، وغنبقى مستمره في التحريك واحد دقيقه تقريبا ونطفي الموقد ديالي. وهكذا غادي تكون الكنافه ديالي واجده مقرمشه، والمذاق ديالها هو هذاك. غادي ننتقلوا دابا للتحضير ديال هاد المقادير الاخرى. غنحتاج 7 الحبات ديال التمر، موزه، فلان ديال الشينوا، ومعلقه ديال المايزينا، وكذلك واحد 2 ملاعق ديال اللوز بخاليني. انا كان متواجد عندي، اولا تستعملوا غير اللوز اللي غادي واحد 50 غرام تقريبا. غادي ندير الموز، وغادي ندير الحبات ديال التمر اللي حيدت ليهم النواه ديالهم، وغادي نطحن جيدا. الا كنتي غادي ديري اللوز يعني كان عندك، غادي ديري واحد 50 غرام في هاد المرحله وتصفيه في الصفايه ان شاء الله. من بعد ما غطحنيه وتزيدي الكميه ديال الحليب. بالنسبه للحليب انا درت نصف لتر من الحليب، يعني خويت داكشي اللي طحنت ومن بعد زدت الماء تبقى. هنايا غادي نزيد واحد الشاصيه ديال الفلان هنايا ديال الشينوا، واحد بنسمه او نكهه الفاني، وديك الملعقه ديال النشا، وديك الملعقه ديال البخاليني او ملعقه ونصف، ولا على حسب الا كنتو درتو اللوز، يعني غتكونوا درتوه في المرحله الاولى باش تصفيوه ان شاء الله. هانتوما غنحرك جيدا. هنا سمحوا لي راني ما شفتش التصوير، يعني ما كنتش شاده الكاسرونه مزيان. غنديرو فوق الموقد وغادي نبقى مستمره في التحريك حتى نتحصل على واحد الكريمه اللي كتكون متماسكه وعاقده. هنايا الكؤوس ديالي انا كنوضع فيهم هذيك الكنافه اللي حمرت معكم. غادي نوضع شي شويه في اسفل الكاس كما تشوفوا، او قعر الكاس بهذا الشكل بالملعقه. وها هي هذيك الكريمه من بعد ما غلات ليا وطلعت لي هذوك الفقاعات، غادي نحاول انه نصب الكميه نقسمها بالتساوي على الكؤوس ديالي كما كتشاهدوا معايا، حتى نسالي كاع هذيك الكميه ان شاء الله اللي عندي. وغادي ندخلهم ان شاء الله للثلاجه او للمجمد الا كنت زربانه عليهم حتى يتماسكوا ليا باذن الله. وغادي نرجعوا باش نكملوا لهم الفينيسيون ديالهم ان شاء الله، ونقدموهم وبصحه وراحه. هانتوما انا راني كنحاول هنايا نعطيهم نفس القياس. غادي ندخلهم الثلاجه وغادي نرجع معكم. ومن بعد ما دخلتهم الثلاجه هنايا تماسكوا ليا. هنايا غادي ناخذ هذيك الكنافه اللي بقات وغادي نحاول عاوتاني نوزعها فوق الوجه ديال التحليه. عطاتهم الصراحه واحد المذاق اللي جد مميز، وواحد القرمشه
اللي جات رائعه بزاف. يعني ما كتحتاجوش شي كميه بزاف ديال الكنافه، غير شي شويه وغادي ان شاء الله تحضروا هاد التحليه. بامكانكم كذلك تحضروا الكنافه غير في المنزل، لان التحضير ديالها راه ساهل، ماشي شي حاجه يعني دغيا غادي توجديها. والا كانت عندك وجده راه ما تحتاجيش منها بزاف، غير واحد الكميه. وان شاء الله هنايا من بعد ما ساليت يعني الكنافه في الوجه ديالهم، غادي ننتقل باش غادي نزينهم. انا هنايا درت واحد الحبه ديال الفرامبواز كما كتشوفوا. يعني ممكن ديروا غير البنان، يعني بما اننا استعملنا الموز نديروا الموز. انا درت هنايا هاد الفرامبوازه اللي عطاتهم واحد الحيويه، واحد المنظر اللي هو زويول. وكندير واحد جوج طرونشات ديال البنان بما اننا صوبناهم بالبنان، ودرت شويه ديال الكراميل على هذاك الموز. وبهكذا كتشوفوا هذه هي التحليه، جات اكثر من رائعه. كتستحق انك تجربيها ان شاء الله للسحور ديالك. راه كتستحق انك تجربيها، وإلا جربتيها ما غاديش تكون اخر مره، لان الطعم ديالها مميز وزويونه وسهله وسريعه وبسيطه وفي المتناول ديال الجميع. كما كتشوفي ها هي التحليه ديالنا. غادي نحاول نوريها لك ان شاء الله، نحاول نجيب شي ملعقه باش نوريك القوام ديالها. هانتي كما كتشوفي كنحاول نبينها لك، كتجي رائعه كتشهي. ونجيب المعلقه ديالي ان شاء الله ونرجع معك. خليك معايا، ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبك وما تكونيش مليتي من الفيديو. الشرح غير للافاده ومشاركه الوصفه معكم باذن الله. خليكم معايا. وهانتي الحبيبه ديالي هنايا غادي نجيب المعلقه ديالي وغادي نوريك التحليه. الى عجبتك ان شاء الله غادي تسييها. خليك معايا. هانتيا غادي نحاول ناخذ من الاسفل ونطلع الملعقه باش تبان لك القوام ديالها. كتجي كريميه، كتجي رائعه كما كتشاهدي معايا. كنتمنى تروقك وتنال استحسانك وتسيها ان شاء الله. هانتيا نعاود نوريك عاوتاني. ما شاء الله جات رائعه. ما شهيتكم البنات وما كرهتش يكون كنتو معايا نذوقكم ان شاء الله كاملين ان شاء الله. وخليتكم على خير، وكنقول لكم الى وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.